تعالوا اقول لكم ازاي رجعت من اسوان للقاهره في ساعه واحده بس بالطياره بنفس سعر قطر النوم. المكان هو اضيق بكتير من اللي باين في الكاميرا. اعمل لايك وفولو وتعالى اما اقول. كنت في النوبه في سفريه جميله مع ماذا لو. انا هنام على السرير ده وده الفيو بتاعي. انا سعيد جدا. لفينا فيها اسوان كلها من اول البلد. احنا رايحين بيت التمساح على النيل. بيت التمساح يعني التمساح لي بيت هنا وانا ماليش. لحد معبد ابو سمبل. بقول لك ايه، قول لي الجنيه غلب الكارنيه. انت بتقول ايه؟ وبما ان كان عندي زنقه في الوقت، جالي نبيل صاحب شركه روف ايجيبت قال لي انا ممكن احجز لك طياره بنفس سعر قطر النوم. وطبعا كانت فكره عبقريه، هرجع البيت في ساعه واحده بس بدل 14 ساعه في قطر النوم وبنفس السعر. وعشان تحجز الطياره دي كل اللي انت محتاجه البطاقه الشخصيه بس. حجزنا التذكره قبلها بيوم على خطوط طيران اير كايرو، واحنا كنا في النوبه في غرب سهيل. هيخش لحد مطار. ونبيل كمان كلم لنا تاكسي يجي ياخدنا من المكان اللي كنا فيه عشان يودينا المطار. التروسيكل يعني ممكن توصل ثاني يوم. وانت خارج من غرب سهيل هتعدي وسط السوق وتتفرج على جمال البلد لحد ما تخرج منها وتودع اسوان وانت رايح للمطار. وصلنا المطار ودخلنا التفتيش، وقفنا قدام التشيك ان بتاع اير كايرو واخترنا مكان الكرسي بتاعنا عشان يبقى جنب الشباك. اخترت مكاني مظبوط، يعني المكان ده لو كنت اخترته كنت هدفع 250 جنيه لو كنت حجزته من على الويب سايت. حطينا الشنط وعدينا من مكان الاختام في بالظبط 30 ثانيه، وده لان مفيش ولا اختام ولا جوازات ولا اي حاجه. طيب يا جماعه احنا دلوقتي في المطار، وعايز اقول لكم ان اجراءات ان انت تخش من الباب لحد ما توصل هنا ما اخدتش 5 دقايق يا عم كريم. وبعد كده فضلنا قاعدين مستنيين الجيت تفتح، وركبنا اتوبيس عشان يودينا عند الطياره. الطياره اهي، الطياره اهي. هي احنا دلوقتي عند طياره، المفروض في مكانين نطلع منهم، سلمين نطلع منهم، على حسب انت قاعد فين في الطياره، على حسب ما هتلاقي المكان اللي انت المفروض تطلع منه. احسن سلم طلعته في حياتي. طلعنا الطياره وبالنظر كده باين ان الطياره نظيف. طبعا ما تستناش حاجه واو، لان في الاول وفي الاخر سعرها بسيط جدا. دورت على الكرسي بتاعي وقعدت مكاني. اول حاجه وصلنا لها ان الراجل ما ضحكش علينا في الكرسي، احنا خدنا كرسي مظبوط. رجاء أقمن حزمة المقاعد مربوطة بإحكام استعدادا للإقلاع. الكراسي لحد ما مريحه، مكان الكرسي مش ضيق قوي، يعني انا طولي 173 سم ودي المسافه اللي فاضيه قدام. وكمان في ترابيزه صغيره تقدر تاكل عليها او تشتغل لو معاك اللابتوب. وخلي بالك الطياره ما فيهاش اكل. خدنا عصير برتقال. ومتعه انك تتفرج على مصر من فوق دي تحفه بصراحه. وبعد ساعه واحده بس كنا في القاهره. نزلت من الطياره وجي اتوبيس تاني عشان ياخدنا. دخلنا المطار واخدنا شنطنا، وبكده تكون رحلتنا خلصت. وانا حاسس بصراحه لان انا جيت من اسوان لحد القاهره ساعه واحده بس. انا سعيد جدا بالموضوع ده يا جماعه. ايوه ب 1100 جنيه. 1100 جنيه. بصراحة كانت تجربة سريعة وجميلة، وطبعا تستاهل الفلوس. وده خلاني افكر اني لو مش هروح اسوان في قطر عادي مش نوم، فاكيد هروح بالطيارة. تقدروا تكلموا صفحة روف ايجيبت لو عايزين تسألوا عن اي حاجة ليها علاقة بالسفر في مصر او بره.